هذا الفيديو غيكون من اكثر الفيديوهات العفويه اللي غنحطها في لاشين. علاش؟ لانه اليوم غنناقش واحد الموضوع اللي كيهم او اللي كيمس عشرات ان لم اقل الاف او ملايين الشباب سواء في المغرب او في بلدان اخرى. موضوع اللي ماشي عاد واللي قليل كيقدر يتطرق ليه موضوعيه. ولكن قبل ما نبدا خلينا نعطيك هذا السيناريو. تخيل معايا واحد الشخص قادر انه يجلس 12 او 16 ساعه في النهار كيفكر. علاش؟ واحد الشخص مثلا قال ليه السلام وما قدرش يردها عليه، تيبدا يفكر علاش، واش هذا مضارب معايا، واش كذا اولا كيجلس يفكر 12 ساعه ولا 4 سوايع ولا 10 سوايع واش غنخرج مثلا خصو خبز يخرج يمشي يجيبها في الحانوت ما كيقدرش يجيبها. هادشي ماشي خيال او لا في قصه او لا، يعني تخيلوا هذا واقع كيعيشو اي شخص كيعاني بما يسمى بالرهاب الاجتماعي. كما سمعتي للاسف في السوشيال ميديا وكيفاش كيتناقش في يوتيوب ولا سطحيه بزاف، لان دوك الناس ما عاشوش الرهاب الاجتماعي وما ذاقوش المراره ديالو باش يعرفوا ويحسوا فعلا بالشخص اللي كيعاني من الرهاب الاجتماعي. لذلك تلقى الفيديوهات ديالهم سطحيه، نصائح سطحيه بزاف كما كيقول في الدارجه المغربيه سول مجرب لا تسول طبيب. وانا اليوم جيت قدامكم انا مجرب وعشت هادشي، جيت نعاود لكم القصه ديالي ونبين لكم بزاف النقط اللي غافلين عليه هاد الناس هادو اللي كيعطيو هاد النصائح، واللي اغلبيه كيكون الهدف ديالهم ديك الفيديوهات غير الفلوس، ما يكونش الهدف ديالهم انهم ينصحوا الناس او يوعيو الناس. وحتى الاطباء النفسيين، واش الطبيب النفسي مثلا كتلقى عنده 300 واحد مثلا 10 ولا 20 30 واحد في النهار، واش هو مثالي يبقى يسمع لك ساعه ولا ساعتين؟ لا. اذا اعظم نصيحه تقدر تاخذها في الحياه هي تاخذها من واحد مجرب نفس المعاناه ديالك وخرج منها. لذلك في هذا الفيديو ما جيتش انني نعطيك لكم نصائح الاعتباطيه، ولكن جيت نقسم هذا الموضوع لجوج فيديوهات لانه فيه هضره بزاف. هذا الفيديو الاول غادي نحاول نبين فيه الرعب الحقيقي اللي كيعيش فيه اي شخص كيعاني من الرهاب الاجتماعي. خليني من ديك الهضره ديال هو غير خجل بسيط مشكل عادي تقدر تخلص منه، لانه احيانا الايجابيه ما كتفيدنا في والو. الاحيان الايجابيه كتزيد تعمق المشكل اكثر. الوعي او المشكل فوقاش تيبدا يتحل نهار كنوعاو بالثقل الحقيقي ديال المشكل. ملي مشكل كتلقى مثلا بسبب كلمه انك ما تقدرش تقولها تيخليك تضيع بزاف ديال الفرص في حياتك، راه مابقاش مشكل عادي ولا واحد الوحش حقيقي. الرهاب الاجتماعي تشوف واحد الوحش، واحد الشفار اللي كيصرف منك اغلى سنوات حياتك، تشوفوا بحال هكا، لانه الرعب الحقيقي اللي كيعيشوا صحاب الرهاب الاجتماعي ماشي عادي. الرهاب الاجتماعي راه يمكن نشبهوه بحال واحد الشخص جبتيه حطيتيه في واحد الصندوق مزاج وخليتيه تيشوف العالم من وراه. الناس كتعيش العلاقات، كتعيش، تتزوج، كتولد، كتكتب، كتسافر، كدير اي حاجه بغاتها، هو غير تيشوف ما قادر يدير والو، ما قادرش يتحرك. والاعظم من هذا والاخطر ان داك الصندوق تيبقى يضيق عليه يضيق مع الوقت، توصلوا لشي حاجه اللي خطيره، اما غيوصلوا للانتحار اما غيطيحوا في اكتئاب حياته كامله، تيوصلوا عند 50 عام و60 عام ويبقى راسهم ما دار والو في حياته. ديك الساعه تبين اشد الندم اللي ما ينفعو والو. لذلك في هذا الفيديو قلت لكم غادي نحطوا اليد ديالنا على الجرح الحقيقي ونبينوا كيفاش الرهاب الاجتماعي كيدمر لك حياتك، كيبقى الرعب الحقيقي. انا جيت غير نذكرك باش انت راك كتعيش ولا كنتي كتعيش الرهاب الاجتماعي، غير غنذكرك به باش توعى ثقل المشكله، يعني تعرف حجم المشكل الحقيقي باش يكون بدايه الطريق ديالك انك تخلص منه. الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نذكر فيه الاسباب ديال الرهاب الاجتماعي باش انك تزيد تفهم راسك اكثر، ونعطيه حلول عمليه تطبيقيه اللي طبقتها انا ونفعتني وخلاتني نخرج من الرهاب الاجتماعي. واقوى دليل انك تشوفني دابا كنهضر قدامك من اليوتيوب وكيشوفوني، يعني ممكن يشوفني الاف الناس، ملايين الناس حول العالم وما عنديش مشكل. لذلك الا بغيتي نكمل لك هذه السلسله وانني نكمل هذه السلسله ديال الرهاب الاجتماعي، بارطاجي الفيديو، تابوني ما كنتيش ابوني، وكمل الفيديو حتى الاخر ويلا نبداو. وانا نقدر نشرح لك كيفاش هذا الشفار هذا السارق الصامت تيسرق لك حياتك بشويه بشويه وانت ما حاسس بها. خليني نشرح لك الطريقه كيفاش هذا الشفار كيخدم. راه الطريقه باش كيخدم راه ما كتختلفش تماما على الطريقه كيفاش كيخدم المخدر او الكارو في الصحه. المخدر او الكارو ما كيبداش انه التاثير ديالو يعطيه في البلاصه، ولكن بشويه بشويه كيبقى يعني الاعراض ديالو ما كتبانش في البلاصه، ولكن بشويه بشويه راه كيف من الداخل، ولكن بشويه بشويه حتى تبان الطامه الكبرى وحتى تبان الفاجعه. وديك الساعه تقول كيفاش وقع هادشي ما بين ليله ونهار. نفس الشيء البلان الرهاب الاجتماعي كيبدا بكلمه كيمنعك انك تقول واحد الكلمه، شويه تيخليك تنعزل على الناس، شويه تيخليك تكتئب، شويه حتى تيرميك فاش في الانتحار. وكاين بزاف اللي ما كنقولش انه حتميا غير ممكن الانتحار، ولكن حتى ما ماكش في الانتحار غير في الاكتئاب ولا هو اخطر من الانتحار. يعني الرهاب الاجتماعي ماشي مجرد مشكل، خصنا نشوفوه الوزن الحقيقي ديالو. اول حاجه كيسرقها منك كيسرق لك الاحلام والمستقبل. علاش؟ لان الناس اللي عندهم الرهاب الاجتماعي غالبا تلقى عندهم واحد الذكاء تحليلي عالي، كيحلوا الامور بواحد الطريقه عاليه. ملي كتلقاهم واعرين في واحد الدومين مثلا
خدام مثلا في البرمجه ولا خدام في اي مجال خدام فيه وفي شي شركه مثلا ولا خدام بوحدو، كتلقى عنده افكار اللي واو اللي تقدر تبدل المسار ديال شركات مسار ديال العالم، ولكن فقط عدم القدره ديالو انه يقولها وانه يعبر عليها كيخليه يراقي بزاف ديال الفرص ديالو، ويخلي ناس يجيو ناس اقل منه تجربه واقل منه ذكاء واقل منه خبره وكياخذوا بلاصتو. علاش نقولوا بالثقافه المغربيه ديالنا راه السلطحه كتغلب المهاره، يعني بنادم كتلقى عنده السلطحه وقادر يعبر على راسو ويعبر على ذاته ويدافع على حقه، كياخذ داك الشيء كياخذ اكثر من داك الشخص اللي عنده المهاره وكتلقاه واعر في هذاك الدومين الى اخره. ثاني اخطر حاجه كيسرقها منك الرهاب الاجتماعي واللي كنشوفها انا اخطر من الاولى اللي هي الوقت. علاش؟ لان الوقت هو اهم حاجه واغلى حاجه عندنا في هذه الحياه هذه. المشكله انك تلقى واحد الشخص مثلا اللي دار واحد الغلط او لا يعني طاح في واحد الموقف محرج، شي شخص عادي كتلقى صافي كيضحك عليه واحد دقيقه ولا 5 دقائق صافي وتنساه. اما الشخص اللي عنده الرهاب الاجتماعي فراه تيبقى في واحد الحلقه اللي كتسمى بالاشترار العقلي. شنو هو الاشترار العقلي؟ هذاك الموقف ديال 5 دقائق او 10 دقائق ما كيساليش هذاك، بل تنتج انه ملي يرجع لدارو يبقى يفكر في واحد 16 ساعه في النهار ديالو. 16 ساعه في موقف تافه، موقف بحال مثلا علاش هذاك الشخص دار فيا ديك الشوفه، علاش هذاك الشخص قلت له السلام وما ردهاش عليا. بحال هذا الشيء راه كيخليك توقف وتقول واش فعلا هذا الشخص هذا عايش، واش فعلا حقيقي. يعني تقدر انت تجي تقول له لا ما تخافش وكذا وراه الناس عاديين وكذا، ولكن هو راه ما كيشوفهاش بحال هكا. الجهاز العصبي ديالو كيكون في ذاك الموقف العقل ديالو كيغيب، شكون اللي كتبقى تحكم الغريزه، يعني غريزه البقاء. الجهاز العصبي تيبقى يصنفر في اعلى، يعني في اعلى درجه ديالو. ومن هذا الوقت هذا اللي كان ممكن هذا الشخص يستثمر في انه يدير يقرا يتعلم شي حاجه جديده يبني علاقات الى اخره، لان كما قلنا هاد الاشخاص اللي عندهم رهاب اجتماعي هم اكثر الناس كتلقى عندهم الذكاء في المجتمع، ولكن للاسف هذا الذكاء ما لعبش معاهم، لعب ضدهم. ثالث حاجه كيقتلها فيك الرهاب الاجتماعي وكيسرقها منك للاسف، تيخليك يعني بلا حتى شي سلاح هو الدراسه والنجاح الاكاديمي. لانه تعرفوا خاصه في المجتمعات المتخلفه الدراسه هي اهم حاجه، ولا الطريق الوحيد اللي تقدر يوصلك واحد الحلم يعني متواضع. ملي كيجي الشخص اللي عنده الرهاب الاجتماعي للاسف وكيبغي يقرا يعني بنيه زوين اصلا، هو ما كتلقى عنده حتى حاجه في حياته من غير انه يدخل البيس ديالو ويقرا. انا كيجلس ملي كيفتح التوبه وتيحط يشوف في الاخر الواقع ما كيقدرش يركز في هذاك الشيء اللي كيقرا، لا كيبقى يفكر في الثروات المرعبه اللي يقدر يعيشها. لا عندك غدا يضحكوا عليا، لا عندك غدا يشوفوني بواحد النظره، عندك غدا يسولني البروف ولا الاستاذ وما نعرفش نجاوب. وهنا كيلقى راسو 4 سوايع 5 سوايع ضاعت فاش فقط انه كيفكر في السيناريوهات الرعب اللي غيقدر يعيشها. وهنا النتيجه للاسف كما كتاكد هذه الدراسات فشل دراسي ذريع. كتاكد الدراسه ان 50% من الناس اللي عندهم الرهاب الاجتماعي ما كيتوفقوش انه يكملوا الدراسه ديالهم، كينقطعوا مبكرا بسبب الرهاب الاجتماعي، ولا كيكبر عندهم الشعور بالفشل والشعور انهم فعلا ما نافعين والو لهذا المجتمع وما عندهم حتى شي قيمه مضافه في هذا العالم. وفي الواقع هما اكثر ناس اللي يقدر العالم او المجتمع يستفيد منهم، ولكن للاسف مازال ما عندناش واحد الوعي نفسي بهذه الامور هذه، واللي غنوضحوها ان شاء الله في الفيديو ديال الحلول. خامس نقطه، الرهاب الاجتماعي كيحرمك من العلاقات، من الارتباط ومن العلاقات ديالك عامه، سواء الاصدقاء سواء العائله والمرتبط. الرهاب الاجتماعي ما كيكتفيش انه يسرقك كاع داكشي كامل اللي ذكرنا قبل، بل كيزيد يمد عليك باش انه يديك من اثمن الحوايج اللي يقدر الانسان يمتلكها. الانسان طبعا انسان اجتماعي، فبالتالي ملي كيحرمك من انك تكون اجتماعي، يكون عندك اصدقاء او لا تكون محبوس العائله، فهنا تقريبا راك تفنيتي، يعني حكمتي على راسك بالموت. لان اين فوا الانسان تينعزل تيدخل في اكتئاب. وسول راسك على شحال مره مثلا كتكون فقير مثلا قرايه، كتكون جالس مثلا شي كليكه ديال الدراري كيهضروا كيناقشوا شي حاجه، وكيكون شي واحد فيهم مثلا سميتك سيمو تيقول لك سيمو يلاه دخل معنا كذا، كتقول له اخويا يلاه شكرا، هو تيحسبها انك متكبر وانت كذا وبغيتي تدخل معاه، ولكن للاسف العمق ديالك وفي الداخل ديالك كتعرف انه الرهاب الاجتماعي هو اللي منعك. هذاك الجدار من الزجاج اللي بينك وبينهم للاسف هو ما كيشوفوش، ولكن انت كتشوفه اللي هو اللي منعك، تيخليك انك تضيع بزاف ديال الفرص في حياتك اللي كان ممكن انها تبدل حياتك. من ناحيه العائله مثلا كتكونوا جالسين هكا وكتناقشوا في موضوع الى اخره وعندك ما تقول فيه وتبارك الله قارع عليه الى اخره، ولكن ما كتقدرش تهضر، ما كتقدرش تقول داك الشيء. في الاخر كتندم كتقول علاش ما هضرتش، علاش واش انا ديما نبقى مسؤول، واش تو الله يبقى يعرفني. يعني هادشي كامل كيولد عندك واحد الشعور ديال الغضب في الداخل، واحد الشعور ديال الحقد، تحقد على راسك، تقدير الذات ديالك كيطيح لك. هنايا من ناحيه العلاقات كذلك الزواج او الارتباط او العلاقات العاطفيه، ما يمكنش الشخص عنده الرهاب الاجتماعي كيفكر غير واش غنخرج نجيب خبزه باش نفطر ولا لا، انه يمشي يفكر في واحد المشروع مستقبلي، واحد المشروع كبير ديال مثلا الزواج
او اللي يكون مسؤول يدخل في واحد علاقه عاطفيه، كيفاش هو ما يقدرش يحمي راسو انه كيخاف غير يخرج بزاف انه يرتبط بواحد البنت اللي غيقدر يحميها ويوفر لها الحمايه والامن الى اخره. خامس حاجه كيسرقها منك الرهاب الاجتماعي هي العنايه بالذات. كيفاش؟ دابا الانسان اللي كتلقى عنده الرهاب الاجتماعي كتلقى كما قلنا كيفكر بزاف، عنده واحد الاستثاره ديال الجهاز العصبي اللي عاليه بزاف، الابسط موقف في حياته تيبقى يفكر فيه يعني لمده طويله. دابا انت ملي كتبقى تفكر في هذا الموقف لمده طويله انت راك ما كتفكرش فيه يعني بالفراغ، راك كتفكر فيه واحد الطاقه الجسديه ديالك تتكونسوم، يعني الذهن ديالك والدماغ ديالك تيكونسوميها في التفكير، فبالتالي انت ملي كتكونسومي ديك الطاقه كامله لانه فقط ساعتين من التفكير في واحد الموقف. علميا ان التفكير من اكثر الحوايج اللي كيستنزفوا الطاقه، يعني التفكير كيستنزف لك الطاقه اكثر من انك دير واحد المجهود عضلي. داكشي علاش كتلقى اللي عندهم الرهاب الاجتماعي كتلقاهم ديما تيحسوا براسهم عيانين وما فيهمش ومعكازين، لازم تيشوفوا مثلا انه ما عندوش القدره انه ينوض يعني يعتني بحالته الى اخره، كيقول هاد خونا معفون هاد خونا كذا، ولكن هو ما عارفش انك ديك الطاقه ديالك اللي عندك كامله تستنزف فيها في التفكير. فبالتالي هنايا طحتي في ما يسمى في البورن اوت او الاحتراق الذاتي، ما قدرتيش انك تهلا في راسك وانك تعتني براسك، تزيد شعور نقص تقدير الذات غيتعمق ما عندك، وهنا كتزيد غطيح في الاكتئاب. سادس حاجه كيسرقها منك الرهاب الاجتماعي واللي يعني كيدمرك فيها مزيان هي الجانب المادي. سول راسك شحال مره لا انت ولا شي واحد كتعرف عنده الرهاب الاجتماعي خدام شي خدمه وتعرضت عليه ولا جاتو فرصه انه يخدم شي خدمه احسن من هذيك، اقل يعني ساعات العمل اقل والصالير طالع، ومع ذلك ماشي كياخذها ولكن ما كيقدرش انه يمشي يواجه انه يدوز مثلا لونتروتيان دومبوش ويبين المهارات ديالو ويقدر يهضر على راسو وماركتي راسو ويبين القيمه ديالو، يقول لهم انا عندي هذا الشيء. لا، كتلقى دائما حاضر راسو وما قادرش يهضر، ما قادرش يعبر على راسو، كيضيع فرص كيضيع فلوس، او مثلا خدم عند شي واحد دار ليه رزق وما قدرش انه يمشي يهضر معاه، او لا يمشي مثلا ياخذ حقه بيدو يدعي في المحكمه ولا شي حاجه. انا كتلقى اغلبيه اللي عندهم الرهاب الاجتماعي كتلقاهم للاسف ما فقراء ما عندهمش فلوس اصلا، ما كيخرجوش من الدار، كتلقى 3 شهور 4 شهور ما خرجش من الدار، وحتى الا كان خدام كيمشي يخدم كيرجع والله صافي كيبقى حياته كامله معزوله على ذاك الصندوق الزجاجي اللي هو الدار ديالو. سابع نقطه اللي كنشوفها انا هي الاخطر على الاطلاق، هي كيسرق منك التجارب البسيطه. كيفاش التجارب البسيطه؟ التجارب البسيطه يعني اي حاجه الناس العاديين كيديروا قبل ما يفكروا انهم مثلا يرتبطوا يدخلوا في هذه العلاقه عاطفيه، كتشوف هذا من كتعجبك ولكن للاسف كتدخل في اكتئاب بسبب مثلا 3 شهور 4 شهور انك ما قدرتيش تهضر معاه، وكتبقى كتندم وكتنكد في راسك وكتعذب في راسك وكتلوم في راسك وكتجلد في راسك. اولا مثلا كتشوف واحد الصديق ولا واحد الشخص مثلا كيقرا معاك ولا كيخدم معاك عنده واحد المهارات تبارك الله عليه وبغيتو يعلمها لك وكذلك تطور، كنت ما كتقدرش تمشي معاه تهضروا معاه. اصدقاء مثلا عجبوك التفكير ديالهم الى اخره ولكن ما قدرتيش تهضر معاهم وتمشي يعني دير معاهم صداقه، تخرج مثلا تلعب كره، تخرج غير تدور في الشارع، تمشي دير تريب اولا خرجات في الطبيعه. هادشي كامل ما كتقدرش ديرو ملي كتوصل لواحد السن معين، اولا غير مثلا في داك السن راك كتشوف حياتك اللور، ملي كترجع بالذاكره اللور كتلقاها للاسف صفحه بيضاء، يعني انت جسد بلا روح، ما درتي حتى لعبه، صفحه ما درتي والو فيه، يعني خاويه ما كاين والو، لا تجارب لا والو، الصفحه يعني الكتاب ديال حياتك خاوي ما فيه حتى لعبه. وهذا من اكثر الاشياء صراحه اللي كتجينا خطيره وكيديرها فيك الرهاب الاجتماعي، لان الذكريات اهم حاجه كتربط الانسان وكتخليه يستمر في هذه الحياه. دابا انت ملي كترجع للور كتلقى حياتك كامله ما فيها حتى ذكريات لا والو، صافي ما يعني كتلقى راسك يعني بحال اللي بهاد الحياه انت يعني ديك مثلا في عمرك 30 عام بحال يلاه تزاديت ديك 30 عام عمرها كانت، لانك ما عشتي فيها والو. ودابا كنجيو لثامن نقطه واللي هي خلاصه هادشي كامل اللي ذكرنا، نقطه تقدير الذات. اكثر حاجه تيغتصب فيها الرهاب الاجتماعي هي تقدير الذات. علاش؟ يمكن ملي كتشوف حياتك ضيعتي في بزاف ديال الفرص، ضيعتي اصدقاء، ضيعتي فلوس، ضيعتي نجاحات، ضيعتي علاقات، صافي هنايا تقدر الذات مني صافي ما بقاش عندك شي حاجه سميتها تقدير الذات. تقدير الذات ديالك تيموت، كتشوف راسك انك واحد الشخص اللي عندك مهارات، عندك ذكي، لان علميا تثبت ان الاشخاص اللي عندهم الرهاب الاجتماعي هما اكثر الناس عندهم نسبه تحليل عاليه، وهادشي غنذكرو في الاسباب الفيديو الجاي ان شاء الله. اكثر الناس الذكياء هما اللي كتلقاهم تيتصاوبوا بالرهاب الاجتماعي، وعباقرة هذا عبر التاريخ اللي غنذكرو في الفيديو الجاي ان شاء الله غيروا التاريخ حتى عانوا من الرهاب الاجتماعي. وكنت ملي كتشوف الناس ضيعت هادشي كامل انك تستاهل، كتشوف تستاهل حوايج كثار من تستاهل شي حوايج واعره، تستاهل تعيش واحد الحياه واعره، ولكن للاسف كتلقى راسك حاشي راسك في واحد البيت خارج، يعني ما كتقدرش تخرج، ما كتقدرش تهضر، ما كتقدرش تعبر. كاين ناس عاديين بسطاء اقل منك لا في الذكاء لا في المعرفه لا في كل شيء،
كيقدروا يعيشوا حياه اللي واو باغيينها وكيقدروا يدافعوا على راسهم اي حاجه بغاو كيحصلوا لها. هنا تقدير الذات ديالك اللي صافي كتدمروا بيديك، ما كيبقى عندك حتى حاجه، لان تقدير الذات لا مشى في الانسان بحال نزعتي ليه السلاح ديالو باش كيحارب. يعني واحد المحارب مشى للحرب، مشى للحرب مثلا ديال السيوف، حيدتي ليه السيف ديالو، هذاك هو تقدير الذات باش غيحارب. ما بقى باش يحارب ولا نزيد اولا انا نزيد في الطين بل لا انا جيت غنذكرك جيت انا وياك انا نوضعوا هذا المشكل ديال الرهاب الاجتماعي في الوزن ديالو الحقيقي، بين لك الرعب اللي انت عايشه بسبب هذا الرهاب الاجتماعي واللي انت عارف انا جيت غنذكرك به. يعني كتشوف هاد الحوايج كامل اللي ساقها منك ويجي واحد يقول لك لا هذا غير مشكل بسيط الى اخره، تفائل كذا تفاؤل مزيان في بعض الامور، ولكن في هاد الامور خصك تشوف امور واقعيه جدا، خصك تشوفها التراريا ما خصك يعني ما لان اللحظه اللي كتقول هذا مشكل بسيط وكذا كتبخص الامور ما كتعطيش القيمه ديالو وما كتنوضش تحلو. بالتالي كما قلت خصنا نشوف الامور بطريقه واقعيه. وهنايا ماشيش انني نزيد كما قلت لك السواد عليك، بل لانه يعني في اسود نهار وفي اظلم نهار كتطلع الشمس وما كيتبع الليل غير النهار. بالتالي كما قلت لك هذا الفيديو بينت لك فيه العوار او المشاكل او الرعب الحقيقي اللي كتعيشوا بسبب الرهاب الاجتماعي. واللي في فيديو جاي ان شاء الله الى لقيت التفاعل طالع ويعني وعجبكم الموضوع غنديروا في اقرب وقت ممكن اللي غنبين فيه الاسباب الحقيقيه ديال الرهاب الاجتماعي وكيف والحلول العمليه التطبيقيه، ماشي اللي كتسمع عمليه تطبيقيه اللي خلاتني انا شخصيا انا وكنحلف بالله الا عانيت منه انني نتخلص منه حرف ماشي حرفيا ولكن بنسبه كبيره. واقوى دليل كتشوفوا انني كما قلت لك كنهضر قدامك في اليوتيوب وكذا، واللي هاد اليوتيوب راه ناس عاديين واللي كتلقاهم ما عندهم الجرأه ما كيقدرش يدير. يعني ما انا واحد الشخص عانى من الرهاب الاجتماعي وكينوض يقدر يهضر في اليوتيوب وينصح الناس بحالو، فراه بلي راه دوك الحلول داكشي اللي طبق راه خدمات معاه وقدرات خدمات معاه وخلاته انه يتعالج منها. بالتالي الى عجبك الفيديو ما تنساش دير تابونا تبارطاجي دير شي لايك ونشوفكم في الفيديو الجاي.